للسلطات القطرية باسمي نوفل العوامل بصفتي الشخصية. المغرب لم ولن يستضيف أي شخص يسيء لقطر حكومة وقيادة وشعبا أبدا، بل بالعكس حليف موثوق به، صديق صدوق مع الدوحة، محب لقطر ولتقدم قطر، ويفرح لنجاحات قطر ويؤيدها ويدعمها في كثير من المواقف الصعبة، ويحافظ على هذه العلاقة التي فيها الود والاحترام والتقدير. صدقوني بلغ السيل الزبا، هذا الرجل يعمل في منبر قطري شئنا ما بينه، مملوك للسلطات القطرية، وكل مناسبة يعمل كبوق لنظامه الجزائري. إن أراد أن يطبل للنظام الجزائري بمدحه والثناء عليه له ذلك، له الحق في ذلك، وإن سمحتم أنتم في ذلك لا ضرر ولا ضرار. ولكن أن يستغل كل فرصة ليسيء للمملكة المغربية، فصدقوني هذا أمر مرفوض، وأنتم لا تقبلوا أن يكون بين ظهرانينا هنا في المملكة المغربية لا قدر الله من يسيء لقطر. فأرجو أن تصلكم الرسالة، لا بد أن يوضع حد للمدح في الدراج. المغرب ليس بحائط لكي يركب عليه ضمانا لتقاعد مريح هناك في الجزائر من جنرالات وكبرنات النظام الجزائري. أرجو أن تتوقف هذه المهزلة.